هي الناس مش شايفه نفسها يعني ربنا يكرمها غير لما هي مثلا تتجاوز في حق النادي الاهلي. يعني التجاوز في حق النادي الاهلي ده بقى مساله غريبه جدا جدا جدا. كابتن احمد حسام ميدو في السعوديه، طب يا عم ربنا يرزقك ويكرمك وتبقى معاك فلوس ما تعرفش توديها فين، ما انت مش عارف تودي فلوسك فين، ماشي، لكن تطلع تتجاوز في حق النادي الاهلي وتغلط في حق النادي الاهلي، ليه يا ابني كده؟ ليه يا حبيبي كده؟ هو حد قال لك اعمل كده؟ هم الناس هناك قالوا لك تجاوز في حق النادي الاهلي؟ هم الناس هناك قالوا لك اغلط في حق النادي الاهلي؟ محدش قال لك، محدش قال لك الكلام ده يا ابني. لكن انت تتطوع كده تغلط في النادي الاهلي، انا مش فاهم برضو، والله ما فاهم. يعني ده عقل ولا ده منطق ولا كده؟ ربنا رزقك في النهار سبتها ورحت المحور، رحت المحور دلوقتي ربنا رزقك بالاس اس سي، ربنا يوسع عليك ويكرمك. لكن الناس ما طلبتش منك انك تغلط في النادي الاهلي او تتجاوز في حق النادي الاهلي او تسيء الى النادي الاهلي، لان هم ما طلبوش منك ده. بالعكس ده ممكن يبقوا في ناس قاعده معاك ما هماش لا يشجعوا الاتحاد مثلا، اتحاد جده مثلا، فانت ايه اللي بتعمله ده وايه اللي بتقوله ده؟ حاجه بصراحه مزعلاني منك جدا جدا جدا. بس معلش بقى لازم اعلمك الفرق بين انك انت تغلط، الفرق بين الاهلي والزمالك. لما تيجي تتكلم على الاهلي تقوم تقف خاصه في المسائل اللي انت بتتكلم فيها السحر والكلام ده. عيب عيب عيب. هو واحد يقول يغلط امبارح اللي اسمه محمد عبد الله ومعتز اينو، وانت شوف لك فيديو النهارده اصحى عليك الاقيه جاي لي من الامارات ومن السعوديه يقولوا ايه التخاريف اللي بيقولها ميدو ديت؟ ليه كده يا ميدو؟ ليه كده يا ابني؟ مش انا قلت لك ما تطلعش على الهوا غير وانت فايق وانت صاحي وانت عارف انت بتقول ايه؟ لكن الامور تخش حتى في الدين. ايه يا جماعه؟ هو كل واحد كده بيستسهل المسائل؟ ما ينفعش يا اخوانا. المساله دي لازم يتم وضع حد ليها. انت النهارده ربنا كرمك وموسع عليك، ربنا يوسع عليك ويزيدك، ما حدش قال لك لا. لكن انت النهارده طالع تدي نصيحه متطوع تعمل بيها اسقاط ان النادي الاهلي مثلا اللي بيعمل سحر او حاجه للناس. طب انت قلت ده على مرتضى وكان حازم امام قاعد في الكام يوم اللي انتوا قعدتوهم معاه وانت مدرب وحازم كوره مدير كوره، وبعد كده لا حازم اشتغل مدير كوره ولا انت اشتغلت مدرب ولا عارف انك انت شغال ايه غير انك انت دلوقتي هبيد ترندات عالميه. النهارده انت بتقول الكلام ده كانك بتعمل اعلان انك رحت الاس سي. يا عم ربنا يكرمك، محدش قال لك لا. لكن اجي اقول لازم ياخدوا بالهم انهم في سكه الاهلي المصري هيلاقوا كميه اصابات غير طبيعي، لازم يقروا قران. يعني ايه ده؟ وفي نهائي افريقيا غاب من عندنا اهم اتنين الونش وعبد الله جمعه، وينسى يقول ان برضه غاب من عند النادي الاهلي اهم اتنين وقتها اللي هم ديانج ووليد سليمان، وكنا في عز كورونا. يعني انت عايز تقول ايه؟ مش فاهم. مش فاهم يعني مش فاهم. يعني ده كلام ما ينفعش يطلع ولا يتقال للناس على الهواء مباشره. لكن انت تقول الكلام ده. لحظه يا جماعه اسمعكم كلام. لازم بس ياخدوا بالهم الاتحاد ان هم واقعين في سكه الاهلي المصري. هتلاقي كميه اصابات الفتره الجايه غير طبيعيه. والله العظيم اي حد بيلاعب الاهلي تلاقي بص صليبي مش عارف مين اتوقف، المدرب مش عارف حصل ايه. والله انا بقول لك عن خبره. الاتحاد الفتره اللي جايه لازم يقروا قران ويخلوا بالهم كويس جدا، يخلوا بالهم من اللعيبه، لانه والله العظيم اي فرقه بتروح للاهلي المصري بص تلاقي احنا في نهائي افريقيا 2020 اتنين لعيبه اهم لعيبه في الفرقه الونش وعبد الله جمعه الباك ليفت، الاثنين بوزيتيف كورونا، وقبليها مش عارف مين خلفيه والتاني كذا. خلوا بالكم، انا بقول لكم بحذركم. عندي اكثر من لاعب امام الاهلي المصري محمد نور. خلوا بالكم والله. لعبت امام الاهلي المصري انت في كاس العالم. ايوه تصير المشاكل نتكلم خلي بالك. شوف يعني انت لو تتكلم على الفتره هذيك، يعني الاهلي المصري اللي لعبنا كذا مباراه لعبنا ضد الاهلي المصري والحمد لله كلها كسبناها. يعني لو تيجي عناصريا الاهلي المصري كان افضل من الاتحاد، لكن دحين الفتره الحاليه لا، عناصر الاتحاد افضل واقوى. لا بس الاهلي فريق ما تأمنلوش. انا بقول لك لان الاهلي بيعرفوا يكسبوا.